اعتقال اليوتيوبر اليمني المشهور مصطفى المومري اليوم بسبب هذا الشيء. تفاصيل عاجلة وخطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. اعتقلت جماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء اليوم اليوتيوبر اليمني مصطفى المومري جراء الفيديوهات التي ينشرها على قناته عبر يوتيوب، واتهم فيها القضاة والقضاء بالفساد وسجن أحمد حجر. وقال الناشط اليمني والشاعر محمد المسمري في منشور على صفحته على الفيس بأن مصطفى المومري تكلم عن فساد القضاء والقضاة، وعن المماطلة في حل قضايا الناس، وعن المتاجرة بحق وحقوق المواطنين، وسجن اليوتيوبر أحمد حجر. وأضاف: فقدم عليه نادي القضاء دعوى، واليوم راح المومري يلبي الدعوى المقدمة من نادي القضاء في الجزائية، فتم حجزه وهو الآن موقف. هل هذا جزاء من يخبركم بالفساد والظلم؟ هل هذا جزاء من ينهى عن المنكر؟ وتابع قائلا: مصطفى لم يتكلم بلسانه بل بلسان الشعب كامل، والحقيقة أن القضاء في اليمن هو أفسد قضاء على الكون، وأغلب القضاة في اليمن هم أكثر لصوصية منذ نشأة المحاكم في الكون. وقال المسمري بأن هناك لوبي فاسد كبير ينخر المواطنين والوطن نخره، وإلا لما ارتعبت قلوبهم من نقد بناء. وختم المسمري بالقول: أطلقوا سراح المومري وكفى مهزلة، في السجن مكان اللصوص والظلمة وبائعي الذمم، وليس من ينهى عن المنكر من البسطاء والمظلومين.